السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتلاقاو مرة أخرى على رأس كل أسبوع كيف ما عودتكم أننا نناقشوا موضوع من المواضيع اللي كتهم الشأن الوطني ديالنا وكتهم بلادنا إن شاء الله من باب المواطنة. الطبل والغيطة عمرو ما كان كيخدم البلاد، والمرايقية عمرهم ما كانوا كيخدموا البلاد، كانوا دائما ينهبونها ويمتصون دماءها منذ الاستعمار حتى ما قبل الاستعمار، والتاريخ يثبت ذلك. كان دائما من يعارض ومن ينتقد من أجل البناء كانوا على الدوام هم المواطنين. وهذه الجملة هذه كنقولها كتوطئة وكتقديم ردا على حاملي الطبل والغيطة من الأقرع الصهيوني ومن كوجاك ومن هذه الجراثيم التي تم بثها في المجتمع، واللي ولات كتختص لنفسها بالوطنية من باب أن كل من لا يحمي الطبل والغيطة عدو للوطن، في حين أن العدو الحقيقي للوطن هما الطبلة والغيطة والشياتة والحاسين، وكلنا على بالكم. إذن هذه بين قوسين. الموضوع ديالنا اليوم هو تسقيف أسعار المحروقات. كانت تطرح اليوم واحد الموضوع للنقاش داخل البرلمان في البداية ديال هذا الشهر هذا، ماشي داخل البرلمان اعتذر، لكن داخل مجلس المستشارين. رفضاته أحزاب الأغلبية بطبيعة الحال، لأن الأغلب ديالها شنقة وبيع وشراية وكذا وكذا، فهذا مفهوم. لكن اللي ما مفهومش هو ان واحد الحزب اللي هو حزب عتيد وحزب كان يناصرا دائما للطبقات الشعبيه، هو انه يرفض التصويت. وفي هذه الحالات هذه الصمت يحتسب ليس لصالح المتهم بل ضده. فمنين كان صمت وما كان صوتش، فهذا تعبير ضمني على انني ما مع ما ضد. اما هي لا توجد منطقه وسط بين الجنه والنار، كاينه يا اما مع هذا القانون هذا يا اما ضده. التعبيرات السياسيه على الرفض ديالك لتغول ما يسمى بتغول الحكومه في اطار المسرحيه اللي كاينه، فهذا مجرد تبرير خاوي. لكن انا اللي كيهمني من هذا الشيء كامل، راه كنا حسمنا هذا الجدل هذا وهذا الموضوع هذا، كنا قلنا بان الانتخابات والاحزاب اصبحت وللاسف اليوم حتى ذاك الدور ديال البارشوك ما بقاتش كتلعبوا، حتى البارشوك تفرقع والفوطه حتى هي تفرقعات وبان كل شيء والمجرد مسرحيه. اللي كيهمنا من هذا الشيء كامل هو اننا نفهموا كيفاش ان الاحزاب تاتيها الاوامر من الاعلى. انا كنعرف بان هذا الحزب فيه ماشي غير هذا الحزب، انا خلال التجربه ديالي داخل الاحزاب كنعرف بان كاينين ولاد الناس في جميع الاحزاب، كاينين مواطنين اللي كيغيروا وطنيين داخل الاحزاب، والله القسم الا كاينين. للاسف تم تشويه صوره الاحزاب كذا باش ما ديرش الدور المنوط بها ويتم التحكم فيها من الفوق. فجات الاشاره جات ضغطوا على البطونه، قالوا لهم غاديش تصوتوا ما غاديش تصوتوا، غادي تمتنعوا غتصوت انت معه وانت ضد وصافي، انتهت صافي. كتجي الاوامر من الحزب ديال بصح اللي هي حزب الداخليه. فكيف ما كنا شفنا هذا الحزب هذا التصويت هذا تم تصويت عليه من طرف احزاب الاغلبيه بعد احزاب ما يسمى بمعارضه الا كنا الحركه الشعبيه معارضه صوتت ضده. للاسف الاتحاد الاشتراكي لم يكن في الموعد واخلف عهده مع بن بركه ومع بن جلون ومع عمر رحمهم الله جميعا، ولم امتنع عن التصويت ضد هذا المشروع، ولو في تعبير بسيط زعما حفاظا على دم الوجه. زيدكم واحد الحزب اخر خارج مؤخرا الامين العام ديالو بغى يلعب اللعبه ديال الشعبويه، داك الصامت، الامين العام الصامت كثار من العثماني اللي هو نزار بركه، الحزب ديال الاستقلال اللي كيغيط دابا داير في الحمله. وغا تصوروا معايا هادشي علاش كنقول لكم راه ما عندناش انتخابات في الحمله ديالو دابا باش خارج حنا مع غادي نسقفوا الاسعار ديال المحروقات. في اول اختبار كيجيه كيصوت ضد تسقيف اسعار المحروقات. وحق الله العظيم راه المغرب هذا، والله الا لا المغرب هادشي كيجي في الضحك. حتى المسرحيه الاخراج ديالها هزيل جدا ضعيف، ما عرف كي داير. اللي كان اولى به انه يمتنع عن التصويت لانه داخل الاغلبيه، اللي هو كيحمل واحد الخطاب شعبوي للناس انني راه غادي نسقف الا نجحت، هو حزب الاستقلال. اللي كان اولى به يعارض لانه الموقع الطبيعي ديالو هو المعارضه ويرفض التصويت ويرفض المشروع، هو حزب الاتحاد الاشتراكي امتنع. راه ما تفهم توزه، واللي خاصو يصوتوا معروف انه حزب اداري هو الحركه الشعبيه مصوت ضد. ما تفهم توزه، لان علاش؟
لان ما عندناش احزاب، ما عندناش خريطه سياسيه واضحه، ما عندناش شي حاجه سميتها انتخابات، ما عندناش شي حاجه سميتها السياسه. كاين حزب الداخليه كيدير الخدمه ديالو، كيصيفط التعليمات شنو دير شنو دير شنو دير. حنا الدور ديالنا في اطار معركه الوعي التي نخوضها، حنا اهم معركه عندنا هي معركه الوعي، فكنشرحوا للناس ما يقع ما يدور، باش كاين اللي ما مطالعش، كاين اللي ما متبع الشأن العام والشأن الوطني والشأن المحلي. فهذا هو الدور ديالنا، ننشروا الوعي. كل ما ارتفع منسوب الوعي كل ما غادي تقاد الامور. راه بالانتقاد والنقد البناء، لان هذا نعتبره نقدا بناء، ماشي الغيطه، ماشي بالطبل والغيطه باش غادي نبنيو البلاد، ماشي بالاقرع الصهيوني وبكوجاك وبهذه الجراثيم التي بثوها في داخل يعني داخل المجتمع، ويتم التسويق لها ودعمها على مستوى المنصات ديال التواصل الاجتماعي، ويتم يعني كيتخلص من المال العام في اطار دعم الصحافه، وهي ليست من الصحافه في شيء. راه ماشي بهذا الغيطه وبهذا الطبل اللي وهذا الطباله اللي كيخرجوهم اليوم يتهمون كل من ينتقد وكل من يعارض السياسات الحاليه للدوله الحكومه، وكل من ينتقد اللهب والفساد والفرقشيه وكذا وما الى ذلك، يتهمونهم باللا وطنيه وبالخيانه، فيما يختزلون لانفسهم حصرا الوطنيه. وحنا كنعرفوا بانه تاريخيا عمر كان الطبال والغياط واللحاس والمرايقي عمرو كان وطني، بل كان عبدا للدرهم وكان عبدا لمصالحه وعبدا لاسياده وما يملونه عليه، ومنفذا لما كانوا يملى عليه. ولنا اسوه في الخونه والبياعه والحركيين اللي كانوا يعني يشتغلون لصالح الانظمه الاستعماريه ضدا في المناضلين الذين كانوا على الدوام يعني صوتا يعني فوق العاده وخارج العاده وخارج الصوت السائد اللي كيغني نفس النغمه، ولم يكونوا يغنون نفس النغمه. كان الوطنيون على هذا المنوال ونحن على نهجهم سائرون. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هادشي اللي قلناه غير باش نرفعوا مستوى الوعي ونرفعوا من منسوب الوعي، لان راه ما تستخفوش بهذا الشيء. راه لو لم يكن هذا الشيء عنده ثقل، هما راه عندهم لي سوسيولوج وعندهم علماء علم الاجتماع وعندهم الخبراء ديالهم اللي كيدرسوا هذا الشيء، لو لم يكن هذا الشيء ذا تاثير كبير وممكن انه يجيب التغيير، لما سجن زيان ولا ما سجن معتقل الريف ولا ما سجن مغنو الراب فقط لانهم يغنوا. مغني الراب الا قال جوج ديال الكلمات في اطار نشر يعني ثقافه الوعي وفي اطار معركه الوعي يتم سجنه. فما تستخفوش من هذا الشيء. راه اللي كيحيح ولا كيطبل ولا كيغيط راه مطلوق يعيثون فسادا في الارض، وحتى كذلك اللي كيقوم يمارس بالعنف راه كيتم سجنه شهر شهرين ويخرج. اذا فالاخطر عليهم ماشي العنف ماشي، ولكن الراي والكلمه الحره، ومن يطالب بالحقوق والحريات والعداله الاجتماعيه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.